ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا نسمي الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف روتيننا النهارده. قلت بقى نبدا بالانتريه، بقى لي يومين كده ما كنستوش، قلت ننضفه تنظيفه سريعه كده مع بعض وبعد كده نخش على المطبخ نعمل لها الحاجه حلوه. عندي بقى يا بنات المكنسه بتاعتي فيها مشكله لسه ما اتصلحتش، وتقريبا كده ان هي ما فيش فيها تصليح، هضطر ان انا اجيب واحده جديده. عشان كده بقى انا بستخدم الفرشه دي ان انا بنفض كده بها التراب وبستخدمها في التنظيفات يعني مكان المكنسه. ادعوا لي بقى كده ربنا يكرمني، يا اما المكنسه تتصلح يا اما اجيب واحده جديده. بصوا بقى يا بنات، الكنبه اللي انا بنضفها على طول بفرش عليها او برص عليها المخدات بتاعتها على طول. انا مش عاوزه اكركب حاجه ورايا، عاوزه يعني اخلص اول باول كده. السرود بقى هاخده عشان اغسله، محتاج يتغسل. هنفض بقى شجر الزرع ده وهنضيفه كل حاجه، بس ممكن يكون عليه نسبه تراب بسيطه كده، فقلت ان انا انفضه بقى كده بالفرشه. هو مش محتاج يتغسل، هو نضيف مغسول قريب. هنفض بقى الكنب ده كده وبعد كده ارجع ارص عليه المخدات بتاعته. مش هحط السرود طبعا زي ما قلت لكم، انا هوديه اعمله دوره غسيل على طول اغسله. بصوا بقى يا بنات، انا قبل ما بدخل المطبخ كل يوم لازم بلف كده لفه سريعه كده في البيت. اللي عايز يتكنس، الانتري عايز يتنضف سريع سريع كده، سجاده عايزه تتنفض، حاجات من دي قبل ما بدخل المطبخ. فطبعا النهارده بقى اللي عاوز يتكنس ويتنضف معاه كويس هو الانتري. فيه نسبه تراب كده، ما كنستوش بقى لي يومين بصراحه. فقلت لا، يعني قبل ما ادخل المطبخ النهارده همسكه كده اديله تنظيفه سريعه كده معاكم. بس لا هشيل سجاده بقى ولا هشيل الكنبه من مكانها ولا حاجه، لان هو نضيف مش محتاج. انا لسه عامله الكلام ده كله من اسبوع، وقبلها باسبوع كمان او 10 ايام كنا لسه غاسلين السجاده ومنضفين تحتها كويس، ومسحين الجدران زي ما احنا عملنا قبل كده في روتين قبل كده فات. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنا بقى كنت دايرت بقى على المكتبه، يعني مسح سريع كده برضو. كتب الديكور يا بنات اللي كان عندها بنات متبرجه زي ما انتوا قلت له شيليها وحرام وكده، انا عملتها كده في درج السفره لحد ما اجيب لها اي استيكر او اطبع لها رسومات يعني تكون بتاعت مناظر طبيعيه، بحيث ان انا يعني اداري او اخبي البنات اللي موجوده عليها، عشان طبعا من ناحيه حرام ومن ناحيه تانية طبعا الشياطين بتتمثل فيها يعني وكده. فقلت لا، يعني انا ما خدتش بالي من النقطه دي وانا بشتريهم، انا عجبني المنظر بتاعهم. فقلت لا هتخلص منهم بحيث ان انا هعينهم كده في جنب لحد ما انا اروح اطبع لهم الورق اللي انا هلزقه عليه. كمان عرفت ان الملايكه مش بتدخل اي بيت فيه مثلا حاجه على هيئه تماثيل او مثلا صور مطبوعه على هيئه انسان او رسومات يعني انسان او حيوان او كده. فطبعا دي حاجه طبعا انا ما كنتش واخده بالي منها خالص وانا بشتري الحاجات دي، فاخدت بالي بقى ان انا اخليهم بقى على جنب لحد ما اطبع لهم مناظر طبيعيه. هكنس بقى المنطقه اللي هي ما بين الكنبتين وبعض ديت فيها شويه تراب كده، وكمان الاولاد راميين فيها ورق كمان. هكنس كل ده وبعد كده هجيب المساحه وهبدا ان انا امسح الاماكن اللي هي ما فيش فيها سجاد، مسحه سريعه كده بالموب عشان لو فيها تراب او حاجه تبان عليها النظافه اكتر. كل الاماكن بقى اللي السجاده مش مغطياها هجيبها بالموب عشان تبقى باينه نظيفه كده وشكلها حلو وبتلمع كده. بصوا يا بنات، انا فيها طبعا انا مش بحب ان انا ادخل المطبخ الاول وبعد كده اروح اشوف شغل البيت، لا انا بشوف البيت كله الاول وبعد كده بسيب المطبخ ده اخر حاجه، بحيث ان انا مثلا جالي ضيوف فجاه، خلصت مثلا شغل المطبخ وكنت هبطانه او تعبانه، بكون قبلها مخلصه شغل البيت. لكن ان انا اسيب شغل البيت ده للاخر لا، مش بعرف اعمل كده، لازم اخلصه الاول قبل ما بدخل المطبخ، عشان حتى انا لو وقفتي طولت في المطبخ كده يكون البيت من حواليا نظيف ونفسيتي كده مرتاحه من ناحيته، عشان حتى وقت ما بخلص شغل في المطبخ واغسل اطباقي ومواعيني وكده اخرج الاقي برضو البيت نظيف وكل حاجه جاهزه ونظيفه. لكن انا مثلا لو في يوم عملت العكس ودخلت المطبخ وسبت البيت، مثلا عاوز سجاده عاوزه تتكنس، مكان عاوز يتمسح مثلا، السفره عايزه تتنظف، الكلام ده بحس ان انا طول وقفتي في المطبخ كده نفسيتي مش مرتاحه، حاسه ان انا ناقصني حاجه، حاسه ان انا يعني مش عامله شغلي كله، ببقى متضايقه خايفه يجيلي ضيف مثلا والبيت مش نظيف. فلا عودت نفسي ان انا البيت الاول وبعد كده ادخل المطبخ اجهز الغداء او اجهز الحاجه الحلوه او اي حاجه هعمل. هنا بقى زي ما قلت لكم مش هشيل السجاد لانه هو اصلا تحت نضيف، يعني انا رفعت السجاده كده وبصيت تحتها لقيت ان هي مش مستاهله ان انا اشيلها واكنس تحتها. الكراسي دي بقى يا بنات بتاعت الاولاد الصغيرين مش بيستعملوها، وطبعا عندي زرع ده حاسه ان هو يعني الحجم بتاعه او الطول بتاعه مش مناسب كده، عاوزه ارفعه شويه عن الارض، فانا استعملت بقى الكراسي ديت حطيتها وحطيت فوقها البوتات بتاعت الزرع، رفعتها كده شويه عن الارض وخلت ارتفاعها مناسب كده واعلى من الكنبه شويه. يعني انا قلت استفاد كده بالكراسي دي بدل ما هي مترميه كده يمين وشمال، وفي نفس الوقت برضو ارفع الشجر ده شويه كده عن الكنب، يعني اهو تغيير فتره كده برضو وهرجع اشيلهم تاني، وكل شويه كده بحس ان انا عايزه اغير يعني في المنظر العام. وكمان لون الكراسي ماشي كويس جدا مع الكابتونيه او ظهر الكنب، فيعني حاسه ان الموضوع ماشي ماتشنج كده كويس مع بعضه. هشيل بقى الكرسيين دولت وهكنس تحتهم، وانا بكنس السجاده يا بنات بشيل طرف السجاده كده واكنس تحتها برضو عشان ممكن يكون في شويه تراب او حاجه تحت طرف السجاده، فدايما انا السجاد من الحروف
كده. لو ما شلتش السجاده خالص من مكانها بشيل السجاد من الحروف وبكنس تحته. رفعت الكرسي الاولاني وكنست تحته، وده برضو الكرسي التاني هكنس تحتهم كده، وبرضو هجيب الموب وهمسح مكانهم، وبعد كده هرجع ارجع الكراسي مكانها تاني. لحد هنا بقى نكون خلصت كل حاجه في الانتريه، مش فاضل بس غير ترابيزه الانتريه هرجعها مكانها، وهرجع بقى ارص عليها الصينيه بقى والحاجات اللي انا بحطها والبخور وكده. في الوقت ده بقى هبدا اظبط الكوشنز بتاعه الكراسي، وهرجع بقى اشوف الترابيزه رجعتها مكانها وحطيت الازاز بتاعها. هحط المفرش الدائري ده، وهحط فوق كمان الصينيه العصفور. هبدا ان انا احط عليها بقى البخور والحاجات اللي انا بستعملها دايما في الانتريه. الدوناتس ده يا بنات الهيش ده انا حابه فيه بصراحه، مش حابه احطه كده فاضي او فارغ، يعني حاسه ان الهيش ده ماشي كده مع ديكور المكان. فانا بقول يعني فتره كده ممكن ارجع اشيله بعد فتره، او اغير الدوناتس اشيله واحط مكانه حاجه. المهم يعني ان حاليا كده مؤقتا انا سايبه الدوناتس بالهيش اللي فيه. هنحط بقى الكتابين الديكور دولت، وهحط فوقهم كمان السبحه الديكور، وبالشكل ده اكون خلصت الترابيزه وكل الحاجات اللي انا بحطها عليها. انا مش حابه اكتر حاجات اكتر من كده، مش حابه يعني الدنيا تكون زحمه كتير على الترابيزه. مش حابه برضو احط مفرش كبير، انا حابه مفرش صغير كده. ولعنا كمان البخور، والمكان بقى تحفه، شكل وريحه ومضمون ونظافه وكل حاجه. في الوقت ده بقى اقدر ان انا ادخل المطبخ كده وانا نفسيتي مطمئنه وهاديه كده ومرتاحه ان البيت كله نظيف. وكمان الاوض اول ما بقوم من النوم الصبح بمر عليها كلها، ملايه عايزه تتظبط، حاجه عايزه تتطبق، بروق كل الاوض برضو كلها قبل ما ببدا يومي وقبل ما بشوف باقي شغلي. في الوقت ده بقى كنت خلصت الانتريه كله، كل حاجه فيه نظيفه، كل حاجه رجعت مكانها تاني. خلاص بقى هنبدا ان احنا اخر حاجه هنعملها يعني البوكس اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، اللي انا حاطه فيه سجاد الصلاه ده. هسيب لك اللينك بتاع الفيديو اللي انا عملت فيه البوكس ده في صندوق الوصف. خلاص بقى نخش المطبخ نعمل العيال حاجه حلوه. الحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده هو القرع العسلي. انا اشتريت القرعه ديت وعندي بقى لها كذا يوم كده، وبعدين حسيت انها هتبدا تبوظ او كده، قلت لا لازم اتخلص منها الاول، اعمل بها وصفات كده ونشوف هنعمل بها ايه. كنت بحاول في الوقت ده ان انا اقسمها كده بالطول، بس ما عرفتش لان بصراحه التعامل معاها صعب جدا، لانها حاده كده وصلبه كده، فالتعامل معاها صعب جدا. فانا قلت هجيبها بقى بالعرض، وبالفعل لان انا قسمتها بالعرض كان اسهل من ان انا اقسمها بالطول. بصوا بقى يا بنات، في الوقت ده قبل ما بدخل المطبخ انا لو في اذان اذن، يعني انا كنت مثلا طول ما انا بشتغل في الانتريه الظهر ما اذنش، اول ما خلصت قعدت اضيع في الوقت كده 10 دقايق ربع ساعه لحد ما الظهر اذن، وبعد كده صليت ودخلت المطبخ. انا ليه بعمل كده؟ عشان انا ممكن الشغل ياخدني في المطبخ، مثلا افضل اشتغل الشغله تجيب شغله، مثلا وصفه تجيب وصفه او حاجه، اضيع الوقت في المطبخ لوقت دخول العصر، فيبقى ضاع عليه صلاه الظهر. فانا لا، انا اضيع الوقت الاول على ما الظهر يأذن، اصلي الظهر قبل ما بخش المطبخ، وبعد كده ابدا شغلي في المطبخ. وقت ما العصر يأذن برضو بكون مثلا خلصت اللي في ايدي، او ما خلصتهوش بسيب اللي في ايدي وبروح اصلي العصر. بكده اكون قادره اوفق ما بين الصلاه وما بين الشغل في البيت. انا مش عاوزه حاجه تيجي على حساب حاجه يا بنات. والله مش بحس ببركه ابدا في اليوم اللي بضيع فيه فرض، او في اليوم اللي بجمع فيه الفروض مع بعضها. وربنا ما يجعلناش ابدا يا رب من اللي بيجمعوا الفروض مع بعضها او من اللي بيضيعوا الصلاه يا بنات. صدقوني هي دي اللي احنا هنطلع بيها او نخرج بيها من الدنيا. الصلاة اهم حاجة، وان صلحت صلح باقي العمل، وان فسدت فسد باقي العمل. فربنا يجعلنا دايما من المحافظين على الصلاة يا رب، وربنا يكتب لنا صلاة يرضى بها عننا، اللهم امين يا رب. بصوا بقى، لو ملاحظين ان القرعه بدات من بره كده لونها يتغير، فانا قلت يعني قبل ما تضرب او تبوظ مني انا هعملها على طول، مش هركنها اكتر من كده. بصوا يا بنات، في الوقت ده التعامل معاها صعب جدا جدا، لان هي صلبه بزياده، مع ان السكينه دي حاميه، بس التعامل معاها لازم يكون بحذر، لان طبعا انا في الوقت ده صبعي انجرح. فقعدت بقى وقفت الكاميرا وقعدت اشوف الدم اللي خارج من ايدي، واجيب لزق واجيب قطن وكده. فالمهم بقى عايز اقول لك ان انت لازم تكوني حريصه جدا وقت ما بتكوني بتقطعيها في المرحله دي، لانها بتكون صعبه فعلا. يعني انا قاعده اضغط عليها بكل قوتي، خايفه ان انا اتعور، خايفه ان انا السكينه تعدي على صباعي او حاجه، ومع ذلك برضو حصل يعني واتعورت، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، كان جرح بسيط يعني، وقدرت ان انا اتغلب عليه. المهم بقى نكمل تقطيع فيها. ده النص الاولاني لسه. القرعه دي ما شاء الله يا بنات كبيره جدا، انا كنت شاريها ب 80 جنيه، بصراحه سعرها حلو، وكمان انا لما خلصتها وقشرتها وخرجت اللي جواها بالمعلقه زي ما احنا شفنا، لقيتها 7 كيلو ومعديه كمان كام جرام كده، فهي يعني بصراحه سعرها مناسب، يعني مش غاليه بصراحه. لو جينا نحسبها كده هنلاقي مثلا ان الكيلو وقف ب 11 جنيه وكام قرش كده، فلا كويسه مناسبه مش غاليه، وكمان فوائدها
كبيره جدا. احنا بصراحه بنحبها مربى ماشي، قرع بالعسل بالبشاميل ماشي، كمان بحط منها على عصير المانجا بتبقى جميله وتحفه جدا يا بنات. واحيانا ممكن اعملها منها عصير، بعمل منها وصفات كتير عندي الولاد وباباهم بيحبوها في كل الوصفات، فانا يعني ما بترددش ان انا منين ما بشوفها في اي مكان بشتريها على طول. في الوقت ده بقى كنت خلاص يعني قطعتها كلها وببدا ان انا اتخلص من القشر بتاعها. لو انت مثلا هتفرزيها ممكن ان انت تفرزيها تقطعيها الاول، بعد ما بنقشرها بنقطعها وبعد كده تفرزيها. ممكن تفرزيها من غير ما تتسلق وممكن تسلقيها وتفرزيها مسلوقه عادي. انا بصراحه بحب ان انا اسلقها وافرزها مسلوقه جاهزه في الفريزر، بتنفعني خصوصا في رمضان يا بنات. بعمل منها وصفات جميله جدا في رمضان، بتبقى سهله وسريعه وجاهزه معايا في الفريزر. بخرج الكيس اعمل منه وصفه سريعه كده، مش بتحتاج وقفه مني كتير او شغل مني كتير في المطبخ في الصيام. فانا بحب قوي ان انا اسلقها وافرزها مسلوقه جاهزه لوصفات رمضان. وغير رمضان برضو هي جاهزه معايا في اي وقت، وصفه سريعه كده. بس انا بصراحه بحبها جدا في رمضان لانها بتكون سريعه معايا. وطبعا رمضان زي ما انتم عارفين عشان الصيام وكده بيحب الوصفات السريعه، مش بيحب الوقفه كتير في المطبخ. يعني ما شاء الله الحجم بتاعها كبير، مليانه لحمه ما شاء الله. انا فضلت مسافه كبيره اقطع فيها واقشر فيها. الحمد لله يعني في الوقت ده كنت خلاص بخلص بقى بشطب، مش فاضل غير القطعتين دولت. هقطعهم وبالشكل ده اكون خلصت كل الكميه اللي عندي. انا عملت ايه بقى؟ قسمتهم على طبقين، لان طبعا الطبق ما كانش هياخد الكميه كلها 7 كيلو كله، فانا قسمت 3.5 في الطبق ده و3.5 في الطبق ده. بالنسبه بقى للسكر، المفروض لكل كيلو من القرع العسل او من اليقطين ياخد كوبايه من السكر. يعني المفروض احط 7 من السكر، 7 كوبايات، 3.5 في الطبق ده و3.5 في الطبق ده. بس انا لا، عملت ايه بقى؟ حطيت 3 هنا و3 هنا. انا مش عاوزه كميه السكر تكون كبيره عشان انا يعني خلاص نويت ان انا هاكل منه، فعشان طبعا الدايت ما تكونش مسكره جامد، وفي نفس الوقت برضه عشان العيال ما تاكلش حاجه مسكره بزياده تهايبر مني. انا دايما بحب السكر يكون اقل من المظبوط شويه، عشان طبعا يعني كتر السكر مش حلو برضه. في الوقت ده بقى انا كنت بعد ما قطعتها بقى حطيتها دخلتها التلاجة، باتت ليله كامله. وده تاني يوم يا بنات، بعد طبعا ما قلبت على السكر وغطيتها بالاسترتش راب دخلتها التلاجة. وده تاني يوم بقى كانت بصراحه نزلت كل الميه اللي فيها. الميه دي عباره عن عسل نحل كده يا بنات، انا مش بتخلص منها ولا برمي. هجيب بقى حله كبيره تاخد 7 كيلو وهرفعها كده على النار، وهبدا ان انا وهي بتغلي كده اتخلص من الرغاوي او الحاجات البيضاء اللي بتبقى موجوده على الوش ديت. في الوقت ده يا بنات انا سلقتها، يعني سويتها سوا حلوه كده، يعني لا هي مهريه ولا هي مش مستويه. ممكن ان انا بقى في الوقت ده اطفي عليها النار، وممكن برضو في الوقت ده ان انا اعمل منها مربى. بس انا بصراحه مش عايزه مربى لان انا كنت عامله للاولاد مربى جزر قريب، فانا مش هعمل مربى خالص من القرع العسلي. هصفيها بقى بعد ما تبرد كده من ميتها، وهنعمل منها وصفه دلوقتي، والباقي هحطه في الفريزر. الوصفه اللي انا مستحيل استغنى عنها بعد المربى هو القرع العسلي بالبشاميل. فانا دلوقتي بقى هعمل معاكم البشاميل. عملت 4 معالق من الزبده او السمنه او الزيت على حسب المتوفر عندك. هحط فيهم برضو 4 معالق من الدقيق، هحمرهم التحميره الحلوه الذهبيه ديت. وبعد كده بقى هجيب كوبايتين من الميه اللي احنا صفناها من القرع العسلي على كوبايتين من الحليب. يعني انا حطيت 4 معالق من السمنه او الزبده او الزيت اي ماده دهنيه، عليهم 4 معالق من الدقيق، وكمان 4 كوبايات من اي سائل عندك. لو انت عاوزه تحطي حليب كله عادي، لو انت عاوزه تخليها ميكس كده ما بين الحليب والميه اللي خارجه من القرع العسلي برضو عادي. انا عملت ميكس، كوبايتين ميه وكوبايتين حليب. بس بعد ما البشاميل غلى شويه كده حسيت ان قوامه تقل، فضفت له كمان نص كوبايه من الحليب، فبقى قوامه زي ما انتم شايفين كده، لا هو اللي تقيل ولا هو اللي خفيف، متوسط كده. هنجيب بقى الكميه اللي احنا هنعمل بيها القرع بتاعنا في الطاجن ده، وبعد كده هضيف عليها شويه كده من السوداني كانوا موجودين عندي من العيد، كنت مخبيهم من ورا العيال، وكمان حطيت عليهم كمان شويه جوز الهند. هبدا ان انا احط الطبقه بقى كده زي ما احنا شايفين في الطاجن البايركس ده، وبعد كده هنزل عليها بالطبقه من البشاميل. بصوا يا بنات تحفه، انا مستحيل استغنى عن البشاميل بالقرع ده، لازم كل مره بجيب فيها القرع. اول وصفه بعمله طبعا بعد المربى هو القرع او صينيه البشاميل دي. البشاميل في الوقت ده مسكر اصلا بسبب كوبايتين الميه بسكر اللي احنا جبناهم من اللي هم الميه اللي خارجه من القرع بعد ما صفناه، فطعمه مسكر جدا، هو يتاكل كده اكل لوحده. هجيب بقى كمان نفس الكميه اللي انا حطيتها في الطاجن عشان هعمل طواجن فخار صغنطوطه كده زي ما احنا شايفين، عشان ادوق الحبايب بقى والجيران وكده. شويه السوداني بقى بشويه الجوز
جوز الهندي اللي موجودين على القرع ده بيدوا له طعم تحفه يا بنات، وخصوصا كمان لو كان السوداني متحمص تحميصه حلوه كده مش طري. طبعا لو طري فهو هيبوظ الطعم خالص، لازم يكون السوداني متحمص كده وبيقرقش كده. هوزع بقى القرع العسلي بالسوداني بجوز الهند على الطواجن كلها قبل ما احط الطبقه الاخيره بتاعه البشاميل. بصوا يا بنات، انا كنت من فتره تعرضت للحريق، يعني الحمد لله عدت على خير، بس الحريق اثر على ايدي الاتنين جدا، يعني حتى لو انتم ملاحظين ان ايدي لونها مش طبيعي. فانا بصراحه يعني تعبت من كتر الدهانات والمراهم وكده، فمش جايبه معايا نتيجه. فلو حد منكم يعرف لي وصفه او دكتور او نوع مرهم مثلا يفتح العمل شويه، لان بجد انا سبب لي عقده نفسيه يعني موضوع الحريق ده في ايدي. فياريت والله اكون شاكره لكم لو حد يعرف له دكتور كويس يعالج الحريق، او مراهم او اي حاجه، وصفه مثلا، اي حاجه اعملها، لان بجد انا بعاني جدا من الموضوع ده، وخصوصا في ايديا يعني اكتر. يعني اوقات كتير ببقى عاوزه البس الجلافز عشان انا ببقى بصراحه محرجه جدا من منظر ايدي، بس انا يعني مش بعرف اشتغل بيه غير لو انا مثلا عجين او حاجه مضطره ان انا البسه. خلاف كده انا مش عارفه ان انا اتعامل خالص مع الوضع، مش عارفه اتقبله، مش عارفه اعالج الامور. هو اي نعم انا بشرتي سمراء، بس يعني الحريق مديها سمار زياده، يعني بشرتي مش غامقه قوي للدرجه دي. الحريق هو اللي مأثر عليا جامد. فيا ريت اللي عنده وصفه، اللي عندها دكتور، عشان اختكم يعني الموضوع مؤثر على نفسيتها جدا يعني، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني الحمد لله عدت على خير. بس الاثر بتاع الحريق ده موجود معايا في نفسيتي وفي جسمي، وهو يعني كان الحريق كله في ايدي، نسبه بسيطه جدا اللي جت على وشي، بس ايدي زي ما انتم شايفين متدمره بمعنى الكلمه يعني. المهم بقى سيبكم من الحريق والحاجات اللي تسد النفس، وتعالوا بقى نفتح نفسنا ونبوظ الدايت كده وناكل من القرع العسل اللي احنا عملناه. انا من ساعه ما عملته وانا حلفت بالله لازم ابوظ الدايت واكل منه، ما اقدرش يا بنات، يعني ضميري كده ما يجيبنيش ان انا اعمل قرع بالبشاميل كده وما اكلش منه وما ادوقهوش كده، فانا لازم اكل الحته دي كلها. يعني هنستأذن الدايت النهارده يا جماعه، انا كده كده اصلا مش مزوده سكر عشان عامله حساب ان انا هاكل منه، وناكل الحته دي بعد اذنكم بقى النهارده نوقف الدايت. طبعا بعدها هيكون في حرمان قاسي ورجيم قاسي يعني، بس انا برضو لازم ارضي ضميري كده واكل من القرع ده، وبعد كده بقى اكمل الدايت. عاوزه اقول لكم اصلا ان انا ساعه ما اكلت الحته دي وانا لا اتعشيت ولا اكلت اي حاجه بعدها، يعني كان نوع كده من الحرمان كده عشان انا بوظت الدنيا في الدايت. بس هعمل ايه، بقول لكم لازم ارضي ضميري يا جماعه، لازم بقى اكمل حته من هنا كمان وادوق كده الطواجن الصغنطوطه دي عامله ايه. الطاجن ده يعني كانوا العيال حاطين عينهم عليه، فانا قلت لهم خلاص هدوقكم منه. التسويه مظبوطه، الطعم جميل، السكر مع ان انا يعني مقلله سكر كميه كوبايه من السكر، بس برضو السكر بتاعها ممتاز، طعمها جميل، يعني مع اني كمان مقلله كوبايه وبرضو السكر حلو، فانا لو كنت زودتها كمان كان ايه اللي حصل. فبصراحه يعني تسلم ايدك يا بنتي ايه. المهم بقى يا حلوين، انا كده وصلت لاخر الفيديو، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.